طلبت منها أن تعلمني التطريز، فجلست معها أراقب أصابعها وهي تنسج الخيوط بحب وصبر. شعرت حينها أنني لا أتعلم التطريز فقط، بل أشارك في قصة بدأت قبل سنوات طويلة، قصة تحمل قيم العطاء والمشاركة والمسؤولية. في رسمتي جسدت هذه القيم العميقة التي تربط الأجيال ببعضها، فكما يتشارك الأجداد خبراتهم مع الأحفاد، نحن أيضا مسؤولون عن حمل هذا التراث ونقله لمن بعدنا. وعندما اخترت أن أرسم شجرة الزيتون في لوحتي لأنها رمز للصمود والجذور القوية، كما يجب علينا أن نتماسك بهويتنا وقيمنا. التشارك والعطاء ليسا مجرد أفعال، بل هما أسلوب حياة. كما نتشارك الطعام والفرح، علينا أن نتشارك المعرفة والتجارب، لأن الخير الذي نقدمه للآخرين يعود إلينا بأجمل صورة. وحين نرسم أو نطرز أو نحكي حكاياتنا، فإننا لا نحفظ التراث فقط، بل نجعله ينبض بالحياة من جديد. تراثنا ليس مجرد كلمات أو صور، بل هو روح تسري فينا، تجعلنا نمد أيدينا للعطاء ونفتح قلوبنا للمسؤوليات، ونحمل المسؤولية لنبقي قيمنا حية للأجيال القادمة.